تعرف قصة الخديوي إسماعيل اللي باع مصر عشان يتجوز؟ تصدق إن في إشاعة لحد النهاردة بتقول إن الخديوي إسماعيل باع قناة السويس عشان كان عايز يتجوز ممثلة فرنسية؟ بس تعال أحكي لك القصة الحقيقية. اللي حصل كان أخطر بكتير من كده. إسماعيل باشا كان عايز يعمل مصر قطعة من أوروبا زي ما قال حرفيا، وبدأ يمد سكك حديد ويفتح أوبرا ويبني قصور ويعمل حفلة أسطورية لافتتاح قناة السويس. كل ده للأسف كان بالدين. الديون اللي اتراكمت والبنوك الأوروبية ضغطت علينا سنة 1875. بريطانيا عرضت علينا تشتري أسهم مصر في قناة السويس، وهنا اللحظة اللي غيرت التاريخ. إسماعيل باع 44% من القناة مقابل 4 مليون جنيه استرليني، والصفقة تمت في ليلة واحدة. بس تعرف إيه الغريب؟ الغريب إن لما الإنجليز استلموا الأسهم اكتشفوا إن إسماعيل مد إيده على أرباح القناة لسنين، ومصر ما استفادتش منها أي حاجة. يعني تقدر تقول إنه باع لهم الوهم عشان يصلح وهم أكبر. والناس فاكرة إنه باع القناة عشان يتجوز، لكن الحقيقة إنه باعها علشان ما ينهارش النظام كله، وكان شايف إن الشو أهم من الاستقرار. والكلام ده اتذكر فيه ويليام كلارك في السقوط الهادئ لمصر، وكمان اتذكر في وثائق وزارة المالية المصرية في أرشيف الديون سنة 1875. وما تنساش تراجع مذكرات نعوم شقير في تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل.